لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1392 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لەوانەی ڕابردووش کەمێک لە خزمەت ئاەتە پیرۆزەدا بووین و سەبەب و یاخود مناسبەی و ئاەتە لەگەڵ ئاەتەکان پێشووتر وەکو زانایان باسییان کردیە ئاماژەمان پێدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أي ولا تظن أن الله الذي من سنته إمهال الظالمين. واتێمەگە کە الله تعالى لكاتێک دا سنتي وای کە مهلەت و مۆڵەت بە ستەمکاران دەدا وإنظارهم مدة قبل أن يحل بهم عقابه. ومدتێک ماوەیەک خی گەورە سبحانه وتعالى مهلەتیان پێداتن پێش ئەوەی سزا بنێرتە سەریان. وا تێنەگەی ئەو زاتە کە الله ساهيا عن أعمال هؤلاء الظالمين لأنفسهم. وا تێنەگەی کە الله تعالى بێ ئاگایە لە کار و کردەوەکانی ئەو ستەمکارانەی کەوا پێش هەموو شتێک ستەم لە نەفسی خۆیان دەکەن کە مشریکی قەومیکە وەغەیرهم وەکو مشریکەکانی قەومەکەت یا رسول الله صلی الله عليه وسلم وغەیری ئەوانش لە زاڵمەکان بل هو عالم بأعمالهم. بەڵکو الله تعالى ئاگادارە بە کردەوەکانیان وسيعاقبهم على ظلمهم. ئیتر سزایان دەدا لەسەر زوڵمەکەیان فإنه سبحانه يمهل ولا يهمل. الله تعالى سبحانه وتعالى مهلت دەدا بە کەسانشی ظالم بەڵام ئیهمالیشیان ناکە. خی گەورە بێ ئاگانیە لە کار و کردەوەکانیان. ئیتر لە حەدیثێکدا وەکو بوخاری مسلم ڕواتیان کرد ئەبی موسای ئەشعری دەجێڕێتەوە خوای لە ڕاست دەفەرمی پێ فەرمووی إن الله ليملي للظالم. الله تعالى بێگومان مۆڵەت بە ظالم دەدا و جڵەوی لۆشل دەکا حتى إذا أخذه لم يفلت. بەڵام هەتا ئەو کاتێکەوە دەیگیری کە گرتی تازە بەری نادا. سبحان الله. اینجا پێ ئاەتەی سوڕەتی هودی خوێندەوە ئاەتی 102 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بەڵێ ئابە و شێوەیە پەروەردگارت کاتێکەوە کەسانێک دەگری خەڵکی وڵاتێکی ستەمکار دەگری کاتێک کە دەیانگری بە عەزاب گرتنەکەی خوای گەورە ئەلیم و شەدید بە ئێش و ئازارە زۆر توندە. لێرە پرسیاری دێتە پێش كيف يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ولا تحسبن الله غافلا. كم کەس پێی مخاطبە و ئاەتە رسول الله صلى الله عليه وسلم باشە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دەبیشتیوا بە خەیاڵی دابێ کەوا وا تێبگا الله تعالى بێ ئاگایە لەوەی کەوا زاڵمەکان دەیکەن لە وەڵامدا بە چەند شێوەیەک زانایان وەڵام دەنەوە وەکو ڕازی دەڵێ وەجهی یەکەم أن المراد بالتثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا. کەواتە نەخێر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێ ئاگا نییە، یعنی ئەوە گومانی نییە کە خوای گەورە بێ ئاگابی لە کردەوەی زاڵمان، بەڵکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەقینی هەیە کە الله تعالى ئاگادارە بە هەموو کردەوەکانیان. خوای گەورەش داوای لێ دەکات کەوا بەردەوام بی لەسەر ئەو یەقینە وەکو
هر بهمان شێوە لە سوورەت الأنعام لە ئاەت سادە ولا تكونن من المشركين پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم قەت لە مشریکان نەبووە کەواتە لە مشریکان نەبووە بەردەوامیش بە کەوەی کەوا نەیە ڕێزی مشریکان یاخود لە سوورەت القەصەص ئاەت 88 ولا تدع مع الله إلها آخر لەگەڵ الله تعالى هیچ پەرستراوێکی تر بانگ مەکە و مەی پەرستە ئیتر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەگەڵ ئەوان نەبووە یعنی لەو کەسانە نییە کەوە شەریک لە بۆ الله تعالى لە پەرستن پەیدا بکە کەواتە بەردەوامیش بی لەو حاڵتێکەوە دوور بی لە شرک کەواتە ئەوەش هەر بەو شێوێ قەت ڕەسوول الله صلی الله علیه و سلم بە خەیالدا نەهاتێ کەوا تێبگە الله تعالى بێ ئاگا لە کردەوەی زاڵمان کەواتە بەردەوام بەرسەر ئەو یەقینەت لە وەڵامێکی دیکە أن المقصود منه بيان أنه لو لم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك الظلم كواتا لێرە بەیان ئەوەی دەکا کاتێکەوە خوای گەورە سبحانه وتعالى کە دەم و دەست عقاب و سزای زاڵمان نادا معنای ئەوە نییە کە دەم و دەست انتقامیان لێ ناکاتەوە معنای بێ ئاگا بلێ ولما كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل أحد لا جرم كان عدم الانتقام محالا كواتا كاتكوا دمو دز انتقام ناكات معناه وني بآقا سبحانه وتعالى آقا داره إيدي ما دام آقا دارشا بيقين انتقام شان لذكاتو كبردوام لسر أو ظلمي وجهي سيم أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون كاتبوا ما نريد واتيمجا الله تعالى هل سكوتوا معاملي لقل كساني شي ظالم بوشيوي كوا بآقاب لظلم كيان ولكن معاملة الرقيب عليهم بلكو هل سكوتيان لقل دكا معاملين لقل دكا بشيوي كوا لجير مراقبي أو دان كوا خواي قول حسابيان لقل دكا لسركسكو قورا وجه سارم أن يكون هذا الكلام وإن كان خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر أو خطابا أجرسي ظاهرا لا التوجيه كلا صلى الله عليه وسلم لظاهري إلا أنه يكون في الحقيقة خطابا مع الأمة وكو أو عبارتك بكار زانان خطابا للأمة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أصلا خطابك لبو أمة بلام توجيه الشخص في صلى الله عليه وسلم مقصودك أمتكيتي ابن عاشور وجه كشبازك أن نهيه عنه تحذير من التلبس به كاتك ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون كاتا تحذير آقادك نكي أو بخيال الدابي بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان كواتا أقرتي ليش ناوشيتو بلام لبو التأكيد نكي بخيال الدابي آقادار بخيال الداني كخواي قورة بآقاها لويك ظالم كان ديكن زمخشري وفتح الرحمن دا دلين المراد بالنهي عن حسبانه غافلا أو كوالير ذا مبستا نهي كردي كواتي نجي خواي قورة بآقاها الإذان بأنه عالم بما يفعل الظالم كواتا ما جيبويك الله تعالى آقادار بويك وظال مكان ديكن لا يخفى عليه من شيء هيج شيك شاراوانية لويك وظال مكان ديكن وأنه معاقبهم على قليله وكثيره بل سزاشي عند دارسر كمزوركي على سبيل الوعيد والتهديد كواتوا ليرا زيادة حرشية كالله تعالى بآقانية بل آقادار وحساب الشيان لقلدكا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يمهل الله الظالمين ويؤخر عقابهم إلى يوم القيامة أو دنيا دار العمل قيامة دار الجزاء رمزور زارن لدنياش خواهي قول عيني السزاو پاداش داداتو بلام يوم الجزاء بتابت روج قيامته كواتا خواهي قول مولد بظالمان داداتنو تأخيري عندك تأخير سزاك عندك لبروج قيامات أو روجت روجك الذي ترتفع فيه أبصار الخلق أو روجك وتساوي مخلوقات برز دبيتو تمشاي برزايدكن وهم يحدقون بها مبهوتين خائفين تسايم برز بيتو لبو السروة
چاویان ئەبلەق وەستایە لە ترسدا لە ترسی ئەو حاڵەتی کە تێیدانە دون ئەن تەطرف ئەجفانهم کەواتە چاویان ئەبلەق بووە چاویان ناتروکێ لە ترسان لشدة ما أصابهم من الفزع لەبەر ئەو ترس و فەزع زۆری کە تێیدانە وما يرونه من عظيم الأهوال کەواتە لە ترسان چاویان زەق وەستایە و تەمەشای سەرو دەکەن چاویان ئەبلەقە و ناتروکێ لە ترسان لەو ئەهوال و ناخۆشیەکەوە دەیبینن لەو ڕۆژەدا. ابن عطية دەڵێ هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين وتسلية للمظلومين. ئەو ئاتە بەگشتی هەڕەشەیە لە بۆ زاڵمان و هەروەها دڵنەواییە لە بۆ مەزلوم مستەملێکراوان. بەڵێ وا تێنەگەن کەوە ئەڵڵا تەعالە بێئاگای لە کارکردەوەی زاڵمان بەڵکو تەخیریان دەکا لە بۆ ڕۆژێک کەوا ڕۆژی قیامەتەوە چاو تێدا ئەبلەق دەبی لە ترسی ئەو ڕۆژە مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين أي يمشون مسرعين عند خروجهم من قبورهم سبحان الله تمنظرك باز دكا كاتكوا لقبركانيان بلاشوا زندي دبنوا يتر بخيرا درون ومجيئهم لمحشر وحضور حسابهم لنا قبركانيان هل دسنو بخيراي سوق دكرين برو ساحي محشر لوين درك حسابيان لقل بكري مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم ينظرون إلى ما بين أيديهم سريان برز كريت تمشاي بيش أخويا دكن دون أن يلتفتوا يمين وشمالا سبحان الله ببلا درون سريان برز كريتو تمشاي بيش أخويا دكن بهيش شوي لا راس ولا يسب أورنا هذا نوا قرطبي دل إقناع الرأس رفعه مقنعي روسي وتسريان برز كردي توا هروك ابن عباس مجاهد وهذا وقيل أو هاج لك ناكسي رؤوسهم سريان شور كردية كاتيان بمعنى سر برز كردنوا يان بمعنى سر شور كردنه والآية محتملة الوجهين هاد وزهج لخوي دقري والقول الأول أعرف في اللغة بلام قولي كم زيادة اللغة مقنعي رؤوسهم بويكا سريان برز كردو تبشاي بيش أخوان دكن بلا راست ولا يتسب آورنا دنوا. وممن ذهب من المفسرين إلى أن المراد بمقنعي رافعو رؤوسهم أو مفسران كوهان لك دايتوا كوا بمعنى مقنعين بمعنى رافعو رؤوسهم وتسريان برز كتو تشينا واني وهان لك دايتوا ابن قتيبية وابن جرير قرطبي وسعدي ولبيواني سلف ابن عباس ومجاهد الضحاك وحسن ابن زيد وسعيد كوري جبير قتادة وأبو عبيدة. وقيل المراد بإقناع الرأس طأطأته من الذل وكوت ما بومانا شاتك سريان شور كردي بزليلي وكو ابن عاشور أو هاي اللي داتوا. أبو العباس من برل كامل في اللغة والأدب المقنع الرافع رأسه أو كسكوا سري برزكتو في هذا الموضع لو جيجا ويقال في غير الذي يحط رأسه استخذاء وندما لزيجاي دي كاش كواتأويش هرزيات دالي ليردا بمعنى سر برز كرنو دي لزيجاي دي كاش بمعنى سر شور كرنيش دي كسي كوا حزبة بشيمانية شي زور بكاء. قال الله عز وجل مقنعي رؤوسهم ومن قال هو الرافع رأسه فتأويله عندنا أن يتطاول فينظر ثم يطأطئ رأسه فهو بعد يرجع إلى الإغضاء وانكسار كواتا وبهرد شيء ولا اشتايته سري برز دكات مشاي بر بيش خوي دكا باشان سري شور دكات وزليلي دنوينيتن بهرد حالة ليك درايته والله أعلم. بالي كواتا ببلا درون سريان برز كرديتوا لا يرتد إليهم طرفهم أي لا تعود إليهم أبصارهم على ما اعتادوه كواتا تساويان أو هابابلين ناتركي وكو بيشتري كوا تساو أو هابوا وكو إنسان كوا بوشيوي لراته بحيث يتمكنون من توجيه أنظارهم حيث شاءوا كواتا ناتوانن بيانو يتمشى هرچين دري بكن وكو بيشتري لدنيا بوشيوي يتمشى بكن أو الطرف بأعينهم كما أرادوا يعني أو بيلو يتساويان بوشيوي بيوبتسي هارو كوان ويستيان لسرا وذلك لإدامة نظرهم إلى ما يشاهدونه من أهوال بل كتساويا أبلق وستا
لبو أو أهوالنا خوشيانك ديبينا فأجفانهم إليها شاخصة وأعينهم نحوها مصوبة لا تطرف لحظة بهش شيء تانات رتشي يق لحظة تمشى أو أهوالنا خوشيانا دكن كوا ديبينا لروج قيامة خوا فنامان دا ابن عاشور دلي كناية عن هول ما شاهدوا كواتا لا يرتد إليهم طرفهم أو تساويان ناتركته يأخذ لجيد صلاة خوان دانما أو كناية ما بستكتي دا أو كوا شتيشي زهور ناخوش دبينا بحيث يبقون ناظرين إلي ناتوان تساويان قباد بكن بهيج شيويك والمعنى لا يرجع إليهم أي لا يعود إلى معتاده الذي لا يستطيعون تحويله أي لا يستطيع تحويله كواتا أو تساوى ناقرة سب طبيعتي خوي كوا بإسراحة خد تمشى هرشين داري بكي تمشى بكي وتساوى بتروشين بكي وقبات بكي نا لو أو تساوى أبلغ ما لترسي أو أهوالنا خوشياني كوا دايبين ناقرة سر باري طبيعي خوي وأفئدتهم هواء وهروها ضليان خالية هيج تشتيدانية لبر أوي كوا بري ترزبوا هيش تغنية لضليان زيغاي ما بيتوا وكو ابن كثير يجدله وقلوب خاوية خالية ليس فيها شيء ضليان بطالة هيش تدانية لكثرة الفزع والوجل والخوف كواتا لبر ترسو فزعي أو رجا هيش تيغلنا وضليان نما وكو قتادج دله إن أمكنة أفئدتهم خالية أصلا دي زي ضليان بطالة لأن القلوب لدى الحال بركو دل كان هستايتو حتى حنزوريان لترسي أو رجدا ضل زيقا خوينا ماو بطالج بوا خوابنا من دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون